اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. اهلا بيكم وحلقه جديده، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلكم دايما زايدين ومتجمعين ودايما في الزياده يا رب العالمين. النهارده هنعمل القرص بقى الفلاح الطريه الهشه القطنيه من جوه، تحفه تحفه يا بنات، جميله. جربها بالطريقه ديت، محدش دقها الا وسالني على الطريقه، جميله جدا. يعني لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا. اول حاجه يا بنات، انا عملت الخميره. طبعا الخميره دي معلقه كبيره خميره بيره، مش خميره فوريه. بتحطيها في نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن، وتحطي عليها معلقتين سكر وتركنيها على جنب، تقلبيها وتركنيها على جنب لغايه ما نعمل المقادير بتاعنا. هنحتاج كمان يا بنات نص كيلو سمنه او زبده اللي انت عندك حطيه، بس انا بعتمدها على طول كده، بحط نص كيلو سمنه. وطبعا دي سمنه الهانم، بتحطي نص كيلو سمنه على ربع كيلو زبده. زبده فرن دي عاديه او زبده بلدي اللي انت حابه حطيه. نص كيلو سمنه على ربع كيلو زبده، بتحطيها وتربيها كويس لغايه ما لونها يفتح شويه، وبعدين تنزلي الدقيق. طبعا الدقيق عليه معلقه بيكنج باودر، بتخلي القرصه بتاعتي هشه وجميله من جوه، ونص معلقه ملح. تمام. دول 3 كيلو دقيق اهم يا بنات. خدت معايا كيلو الا ربع سمنه. 3 كيلو دقيق نزلتهم طبعا منخولين. بتبداي بقى تعجني فيهم كده زي ما انت شايفه كده. طبعا اللبن بتاعك بتحتاجي برضو كيلو ونص لبن، بتبقي مسخناه تسخين خفيف كده، ما بتبقاش سخن قوي، يعني يا دوبك دافي كده، وتروحي حاطه فيه السكر اللي يناسبك. انا طبعا حطيت كوبايتين سكر عشان بحبها مسكره شويه. انت ممكن تحطي كوبايه، ممكن تحطي 3، اللي يعجبك حطيه. طبعا انا عامله كميه ما شاء الله 3 كيلو دقيق، بيبقوا محتاجين سكر زياده معايا شويه. انا حطيت كوبايتين ونص سكر. تمام. خلاص كده يا بنات انا عجنتها اهوت، ما خدتش معايا 5 دقايق عجن. بتعجنيها كويس جدا لغايه ما تبقى ايدك تتخلص منها. طبعا انا مش شغاله بالجوانتي اهو عشان تشوفوا اللي ايديا متخلصه منها. بتسيبيها على جنب لمده ساعه، بتغطيها بقماشه وبعدين تبداي تشتغلي فيها. طبعا هي قعدت معايا ساعه، بقت زي العسل معايا. شايفين الجمال؟ تحفه يا بنات، تحفه 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 تحفه. العجينه ملساء وطريه وجميله كده، ما بتلزقش في الايد، حلوه قوي. خلاص كده اهوت. انا كورتها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا هكور الكميه كلها معايا، يعني العجينه دي كلها هعملها كور كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هبدا ابططها. طبعا على بال ما انت تكوريها كلها تكون هي خمرت اساسا، هتبداي تعملي اللي هي في اللي انت كورتيها في البدايه، بتبداي تاخديها وتبططيها كده زي ما انت شايفه كده. طبعا بتكون خمرت يا بنات. لو انت عامله كميه بسيطه بتغطيها ربع ساعه وبعدين تبداي تبططيها. تمام. ما بتاخدش وقت خالص في الصيف ده لو في لو احنا في الشتاء بتسيبيها شويه، يعني انت بتكوريها وبعدين تسيبيها شويه وبعدين تبططيها. تمام. خلاص كده اهوت. انا بوريك اهو اللي انا عملتها كلها هي زي ما انتم شايفين، كورتها كلها هي. هبدا بقى ابططها اهو زي العسل معايا. طبعا على بال برضو ما تبططيها كلها يكون الصاجين الاوليين اللي انت هتحطهم في الصاج، يعني خلاص خمرت معايا. بتبداي تخبزيها على طول، ما بتاخدش وقت خالص معايا. الخبيز بقى انا حطيتها في الصاجه اهو يا بنات زي ما انتم شايفينها. بتبداي بقى توطي من الجناب، تهدي النار من الجناب وتهدي من تحت، يعني بتوسطني من التلاته. تمام. بتبداي تسويها السوا الجميل بتاعي. شايفين طالعه زي العسل وفيها طراوه وجميله ازاي؟ تحفه يا بنات، جميله جدا. السوا كده مظبوط جدا جدا جدا. انا بحب وشها محمره شويه كده زي ما انتم شايفينها، بتبقى رهيبه. جربها بالطريقه بتاعتي بقى هتعجبك جدا جدا جدا. حاجه كده زي العسل. شايفين من جوه عامله ازاي؟ قطنيه وجميله زي العسل. ما تنسيش تحطي معلقه البودر، بتحطي معلقه البودر ومعلقه ملح او نص معلقه ملح على حسب الكميه اللي انت هتحطيها. تمام. اهو زي ما انتم شايفين اهو زي العسل معايا. تاني المقادير يا بنات، انا بحط لل3 كيلو دقيق بحط كيلو الا ربع سمنه. بتحطيها مختلطه، بتحطيها نوع واحد، بتحطيها زبده اللي انت عايزاه حطيه، وبتحطي كيلو ونص لبن. تمام. طبعا بتحطي كوبايتين سكر او 3 كوبايات سكر على حسب الكميه اللي انت هتحطيها. لو انت عامله زي 3 كيلو حطي كوبايتين ونص ل3 كوبايات عشان تبقى زي العسل معاكي. قومي بقى فرحي ولادك واعمليها لفطار العيد، بتبقى رهيبه. اعمليها بالطريقه ديت وقولي لي رايك في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. حطوا لايك يا بنات عشان نستمر. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. كل سنه وانتم طيبين.